فدي ايطاليا. يعني انا كل ما بنزل مع مامتي على طول بنقف في الشارع، يمكن كل 2 3 متر حد بيوقفنا عشان يسلم علينا ويقول لنا ازيكم. فحاجه انا استمتعت بيها جدا ان انا يعني انا عايشه في المانيا، ما اعرفش حد هنا. يعني انا الجيران هنا، جيراننا اللي جنبنا هنا في العماره انا ما اعرفش شكلهم ايه. ما فيش غير ناس هنا جنبنا انا عارفه شكلهم بس، لكن ما اعرفش اساميهم ايه، ما اعرفش هم مين، جايين من، ما اعرفش اي حاجه خالص. ولما بشوفهم في الشارع بيعملوا نفسهم مش شايفيني، بيتجنبوني تماما تماما. فهنا في بيتنا احنا ما نعرفش اي حد، احنا عايشين هنا زي في دار ايتام، ما نعرفش اي حد ولا اي حد يعرفنا، ولا عمرنا شفنا مثلا ناس جايه تزور ناس، اب وام مثلا جايين يزوروا كابل هنا، او حد مثلا عنده احتفال، حد بيعمل عيد ميلاد، حد عنده مناسبه، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه بجد. صحراء صحراء. يعني الواحد بينزل وبيطلع كل يوم انا ما بشوفش اي حد، ولو شفت حد غالبا ما بيطلعش معايا في الاسانسير. يعني هم بيفضلوا حته البرايفسي دي قوي، حته الخصوصيه عندهم، اللي فما فيش مجال اصلا انك تتعرف على حد. يعني انا مره في عيد ميلادي، هم الناس اللي جنبنا دول اللي انا عارفاهم بالشكل، عارفاهم ليه بقى؟ لان انا اول ما جيت هنا، اول ما سكنت هنا، كان عيد ميلادي، فعملت اشترينا كيك ومش عارفه ايه وتورته وحاجات، فما فيش حد يعني هنا فانا استخسرت يعني بدل ما ارميه، قلت يعني نعمل ألفة وجيران بقى وكده، وديت لهم طبق كيك وحاجات زي كده. فتوقعت ان هو يعني وموديه له، يعني قلت له ده عيد ميلادي، يعني توقعت ان هو مثلا هيرجع لي الطبق، ممكن يكون فيه حاجه مثلا حتى لو حاجه رمزيه، لمجرد ان هو افتكر ان يعني كتقدير او appreciation. لا، عمل ايه؟ رجع لي الطبق فاضي، ولقيته بيقول لي لو عندك حاجه تانية زياده ومش عايزاها ابقي اديها لي، عشان انا يعني ممكن اكلها عادي مفيش مشكله. لو شافونا ساعات يعني وانا اللي ابتديت ممكن اقول لهم صباح الخير، فبيردوا يعني، بس بيردوا اللي هي ايه يعني، عشان هيبقى شكلها وحش لو ما ردوش. وبس. يعني المانيا شويه الناس منعزله هنا، مش زي عندنا في مصر، مش زي حتى ايطاليا. على الاقل ايطاليا جيرانك نوعا ما لو احتجتهم هتلاقيهم، لو حصل حاجه ممكن تخبط عليهم. هنا مش كده، هنا استحيل اعرف اخبط على حد. هنا لو حصل حاجه اول حاجه اعملها هكلم البوليس. اول حاجه هكلم البوليس، هكلم اسعاف، هكلم اي حد. لكن استحاله اروح لجاري اقول له حصل لي كذا كذا او ساعدني او اي حاجه من الحاجات دي، لانه غالبا مش هيفتح. دي حاجه تانية. لما تروح تخبط على حد هنا في ايطاليا، سوري في المانيا، ما بيفتحوش الباب، بيخافوا جدا، انا ما اعرفش ليه ما بيفتحوش الباب. فدي كانت حاجه يعني الواحد لما بيعيش في اكتر من مكان وبيشوف طبيعه الناس وبيشوف الانتراكشن ما بينهم، التفاعل اللي ما بينهم، بيحس بالاختلاف. ودي حاجه كويسه، وان الواحد يعني ان الواحد يبقى عينيه على طول يعني اوبن اي، بيقدر يشوف الاختلاف ده عشان يعرف يتاقلم معاه. انا بحكي لكم ده عشان لو حد جاي المانيا ما يبقاش محبط، لانه هيبقى غالبا لوحده ومش هيلاقي يعني مش هيلاقي يد تحنه عليه.